كاين العراقيل الصيغيات، كاين العراقيل اللي ما خلاش هذا المشروع يدوز، وكان البلوكاج، لان هاد المشاريع قوانين شحال 5 قلتوا بلي ثوره، وال10 ديال القوانين السابقه. القانون الاطار ديال الحمايه الاجتماعيه جبتوه نتوما، القانون ديال السجل الاجتماعي اللي الان هو مرجع، جابتوا هذه الاغلبيه، جابتوا هذه الحكومه. قانون ديال المهن الحره والمستقلين جابتوا هذه الحكومه. القانون ديال المساهمه المهنيه الموحده شكون اللي داروا؟ دارتوا هذه الحكومه. القانون ديال الطلبه شكون اللي داروا؟ دارتوا هذه الحكومه. وقوانين اخرى اللي جات وصمه عار اللي غادي تكون في جبهه هذه الحكومه انها سحبت ديال الوالدين. لحد الان ما كاينش جواب. اللي بغيناهم كيكونوا كمستفيدين ماشي خصهم الاداء. ولهذا نحن لدينا واحد المجموعه من الملاحظات. ما كنتكلم لكمش على النصوص التطبيقيه اللي هي بالعشرات، ولكن انا عندي سؤال في هذه القضيه ديال البلوكاج. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتاريخ علاش دار الفيتو باش ما خلاش الناس التجار 800,000 واحد 2021 اللي اداو وما خلاهمش يستافدوا في 2021؟ انا نتحدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي هو تلقى التعليمات باش يكون البلوكاج. هذا الشيء هذا هو الحقيقه. والان بصحتكم وراحتكم تفضلوا نزلوا، ولكن عندنا ملاحظات باللي كاين تعطيل في تنزيل الاجنده. ياك 2021 كان خصنا نكملوا من المهن الحره والمستقلين، لحد الان مازال ما كملناش معاهم. ياك كان خصنا نساليو مع الرامد. الرامد انا غادي نوريكم شنو هو الرامد. الرامد هو هذا القانون اللي جبتوه الان 60/22 اللي قلتوا القادرين وغير القادرين. عرفتوا شنو هي القادرين وغير القادرين؟ ها انتم ياك هذا تقديم ديال مشروع القانون الماليه ديال 2023. راه عندكم التليفونات ديالكم كاملين، خرجوه شوفوا الصفحه 37 اش كتقول. الصفحه 37 كتقول باللي عدد ديال الناس ديال الرميد 18,400,000. شنو هو الهدف اللي دارته هذه الحكومه؟ حكومه الكفاءات، حكومه الدوله الاجتماعيه، دارت 4 مليون ديال الاسر. هذا هو الهدف ديالها الاقصى. 18,400,000 7,032,000 اسره. فين مشات 3 المليون ديال الاسر؟ عرفتوا شنو كتقول لهم بهذا القانون ديال 60/22؟ كتقول لهم خاصكم تخلصوا. هذه هي الحقيقه. ولهذا اجوا لعند الناس وقول لهم اللي دارت الدراسه الاكتواريه، اللي دارت تجربه ديال بني ملال، قالوا باللي غادي الرامي ثلثين غيكون عندهم الهشاشه وثلث غيكون عنده الفقر. ملي هبطنا وكنديروا تجربه في الميدان شحال وصلنا ديال الفقر؟ 90%. 90% ديال 18,400,000 فقراء فقر مدقع. باغيين تخرجوهم وتقول لهم سيروا خلصوا. هذه هي الحقيقه. ولهذا ملي كنقولوا لكم راكم ما احترمتوش الاجنده في التغطيه الصحيه، فين هي 22 مليون لا ديال المهن الحره والمستقلين ولا ديال الرامد. والدليل اننا مازال حنا كنناقشوا هذه القوانين اللي خصنا نكونوا سالينا منها في 2022. كان خصنا نكونوا سالينا. بل حتى الغير القادرين هذو اللي عندهم الرامد حتى هما راهم يقولوا لهم خاصكم تخلصوا. اللي مشاو واحد المجموعه قيدوهم في واحد المجموعه من الغرف. كاين اللي عطاوه غير خنشه ديال الشعير في العلف وقيدوه في اللاح. حتى هما قيدوه في اللاح وصيفط له السينيسيس قالت له خصك تخلص. واحد اخر قيدوه في الصناعه التقليديه، غير شي مراه مسكينه قال لها غيعطوك 2000 درهم، مشات تقيدت صيفطوا لها الورقه. كاين اللي جاتها 3 4 ديال الوراق من السينيسيس كيقول لهم خلصوا. هذه هي الحقيقه. انا راه نقول لكم كاين مشكل كبير. عرفتوه فاش؟ كاين مشكل في التمويل. ياك هاد الحكومه جات وزير الماليه وزيره الماليه كتقول باش غادي نديروا هاد الحمايه الاجتماعيه خاصنا نديروا اصلاح ديال المقاصه. وزير كيقول لك انا غادي ندير اصلاح المقاصه، والوزيره كتقول لك لا انا ما غاديش ندير اصلاح المقاصه. وغيتفاهموا. ياك حكومه منسجمه. قولوا لنا واش غادي تصلحوا ولا ما تصلحوش هاد المقاصه باش منها غادي تجيبوا الفلوس وغادي تديو باش ديروا الحمايه الاجتماعيه. كاين مشكل كبير.
قضيه الاداء. ولكن ملي بغيتونا نعطيوكم مقترحات، السيد النائب اللي قال لك المعارضه ما عندهاش المقترحات، نعطيوكم المقترحات ديال التمويل، نعطيكم 3 مليار ديال الدرهم ونتحداوكم الى قديتوا ديروها. الشركات الخاصه ديال التامين المعنيه بالماده 114 في القانون 65/00، لماذا لحد الان تستفيد من 80% تقريبا من القطاع الخاص والصناديق الداخليه ديال المؤسسات العموميه؟ قولوا لنا علاش. والمشرع ملي جا قال لك هذا الشيء خصو يمشي للمؤسسات العموميه اللي هي السنسس والكنوبس. كاين شي جريمه اكثر من هذه؟ شادين بيديهم ومسنيهم وما باغيش يطلقوا التغطيه الصحيه الاساسيه السنسس والكنوبس. وماذا يغطون؟ فقط 80%. مياوم خدام كيخدم 50-60 درهم في شركه خاصه وما عندوش الحق يمشي للسنسس، خاصو يمشي للشركه الخاصه اللي الا كان عنده مرض مزمن ولا مرض مكلف خاصو يأدي 20%. جاو عندنا كيبكيو، الدواء كيدير 11 مليون، هي كتكلف 80 كيقول لك انا ملي غنجيب 3-4 المليون، انا كنربح 5000 درهم وكنزيد في السوايع وكنبات الليل فايق فقط 5000 درهم. تفضلوا السكر وتحيدوا البوطه باش غادي يمكن لكم ديروا بها الاصلاح ولا ديروا بها الحمايه الاجتماعيه. اما فيما يتعلق بالحكمه، هذا الشيء ديال المجموعه الترابيه فهو يعني مزيان، ولكن كيطرح عده تساؤلات. اولا ملي هذا الشيء كله غادي نعطيوه للمجموعات الترابيه، شنو هو الدور ديال وزاره الصحه؟ شنو غادي يبقى؟ واش هاد القوانين اللي جات نتاع المجموعات الترابيه عالجت المشكل ديال التفاوت بين الجهات؟ كاين تفاوت كبير، كاين الرباط وكاين الدار البيضاء وكاين غير. ملي يشوفوا غير عدد الاسره، هذا الرباط والدار البيضاء اللي زعما راها مزيانه عندها سرير لكل 1000، كاين مناطق اخرى اللي عندها 0.6، دول اخرى كاين اللي عندها 2 و4 و5. وهذا شكون اللي غادي يدير هذا التفاوت هذا؟ لا في العدد ديال الاسره ولا في التجهيزات ولا في المؤسسات العموميه ولا في الموارد البشريه. كل جهه غادي يقول لها دبري راسك، ها كاين التمويل ديالك وداك الشيء. ولهذا فينا هو الدور ديال الدوله؟ ما معالش هنا في هذه القوانين هذه التي هي بين ايدينا. ثم فيما يتعلق ملي كنشوفوا التشكيلات كاع ديال المجالس الاداريه ديال هذه المؤسسات العموميه اللي تخلقت جديده، اولا البرلمان ما كاينش. حنا مشينا شفنا حتى القوانين اللي مشاو واستنسخ منها هذه القوانين التي بين ايدينا. بالمناسبه راه كاينه هذه القوانين، ياك ما تحسبوا زعما راها العبقريه ديال هذه الحكومه الكفاءات اللي جابت لنا هذه القوانين هذه، راه كاين دي كوبي كولي. ولكن الكوبي كولي هما كيجيبوا البرلمان وكيديروا ممثلين ديال الشعب في المجالس الاداريه. ولكن حنا كنديروا موفيز كوبي كولي، كننقلوا ولكن واحد النسخه كتكون وما نديروش البرلمان. ونصر على واخا زعما المعارضه تجيب تعديل وتقول له يدخل البرلمان في هذه المجالس الاداريه، لا ما عندكش الحق، يديروا هما اللي بغا وما كاين بس. وبالتالي هذا الملاحظه الاولى. ثم الملاحظه الثانيه وهو القطاع الخاص. القطاع الخاص مغيب، ملي كنسمعوهم يتكلموا القطاع الخاص وحنا عوالين عليه وكذا وكذا. القطاع الخاص عنده الثلث ديال الاسره، ملي كنشوفوا عدد الاسره الثلث، وراه غادي وكيطلع وكياخذ 90% من صناديق التغطيه الصحيه وما كنلقاوش في الاجهزه. خصو يدخل الاجهزه ويستشار، ماشي نديروه بحال داك البويد سوفتاج ولا داك غير ملي نحتاجوا شي دياليز نصيفطوا فيما يتعلق بالوكاله ديال الادويه درنا 3 ديال المهام الاستطلاعيه. السيد النائب اللي قال لك هذه المعارضه هذه غير كتجنى، درنا 2. شكون اللي دارتها الاغلبيه؟ ديك المعارضه اللي دارتها. شكون اللي كتب التقارير؟ حنا اللي كتبناها، ومنها خرجت الان القوانين بما في ذلك القانون ديال الادويه ديال الدم. ولكن اللي غريب حتى ملي كيجي الامانه العامه وتبغي تعرض المشروع القانون في الحكومه باش تهضر على الوكاله ديال الدم،
قال لك نظرا لان مجلس المنافسه قال وقال وقال، وكأن هذه المؤسسه اللي هي البرلمان وتصدر التقارير ماشي مؤسسه دستوريه، ولا تعتبر بانها تكون مرجع. ارجعوا قراوا التقارير. الا بغيتوا تعطيكم المعارضه دروس، حنا ما كاين مشكل، حنا غير كنقول لكم اودي غير تواضعوا. امام مالك قال لك ما ناظرني عالم الا غلبته، ما ناظرت عالما الا غلبته، وما ناظرني جاهلا الا غلبني. ملي الواحد غير يقبض ويهضر ويجيبوا له الكاميرا باش تصوروا وديروا في الفيسبوك، ما كاين مشكل، هضر كاين مشكل. ايوا المهم طيب ملي يكون عندك الكلمه تفضل. لا غير خليني نتكلم. انا اللي عندي كلمه. سيد الرئيس، نعتبر بان هذا الشيء تاع الوكالات بجوج، هاد الجوج تاع الوكالات نعتبروهم مكتسب كبير، ولكن بالرغم من ذلك نسجل الارتباك ديال الحكومه. ملي جابت لنا هاد الهيئه ديال باش دير لها الانتخابات ديال الصيادله، فكرتنا بداك الشيء ديال الصحافه مرسوم بقانون، وبغات تدوز. انا نقول لكم بغات باش الفساد يبقى في هذا القطاع، هذا المرسوم قانون. هذا الشيء اللي كاين هو يعني اجهزه غير شرعيه من 2017 حتى اليوم، وتمدد لها الحمد لله للبرلمان عرف كيفاش يعالج هذا الاختلال ديال الحكومه. انا كنتكلموا على الاسعار ديال الادويه. نقول لكم شنو هو الحل. واللي ما بغاتش الحكومه تمشي للاسعار ديال الادويه، ما بغاش تمشي لمكتب الصرف باش تشوف هذوك المختبرات اللي كيديروا التصريح واش بصح داك الشيء اللي كتصرح به ولا كتنفخ فيه آلاف المرات، حتى 4800 كتزيد المختبرات. ولكن الحكومه الحاليه نتحداوها اليوم تمشي لمكتب الصرف وتشوف هذه المختبرات بشحال راها كديكلاري الادويه اللي كتستوردها. ها المنبع ديال الفساد اذا بغينا نعالجوا المشكل ديالنا. اما اسمح لي فيما يتعلق بالدواء الجنيس والتكافؤ الحيوي وتجديد التكافؤ الحيوي، ملي بغينا نهضروا على الجوده راه هي هذه، راه الحكومه والوزاره ما كديرش تجديد ديال هذا الاخر، ولكن الفارحه انها تخرج في التشهير بالصيادله اللي كيربحوا قال لك 57%. الترخيص للدم، انا غير باغي هذه القضيه ديال الاسترجاع ديال الادويه. تمنيت لو كان وزير الصحه هنايا،